فجأة حياتهم خلصت والبحر خدهم وخد معاه أحلامهم البسيطة. المشاهد اتكررت بشكل مرعب والناس بدأت تسأل إيه اللي بيحصل؟ ليه فجأة بقى البحر بيسحب أرواح كده بالعشرات؟ بس الخبراء قالوا إن التغييرات المناخية رفعت حدة الأمواج وإن التيارات السفلية بقت أخطر من زمان، لكن الحقيقة أبسط من كده. البحر ما بيتهزرش معاه، يعني اليافطة اللي مكتوب عليها ممنوع السباحة ما تعلقتش من فراغ. الأمواج دي مش بتسيب فرصة لحد يفهم إيه اللي بيحصل. ثواني قليلة كفيلة تقلب فرحة لحزن بيت كبير. البحر بيعلمنا درس قاسي، إن الضحك على الشط ممكن تخلص في لحظة، وإن الشجاعة ساعات بتدفع تمنها غالي. لكن وسط كل الألم ده ظهر معدن الناس الحقيقي. شبان بيجروا من غير ما يفكروا هينقذوا مين، صيادين بيرموا نفسهم في المية عشان يلحقوا أي روح لسه فيها أمل أو حتى يطلعوا الجثث اللي غيرهم. المشهد كان بيتكرر كتير، جموع على الشط، عيون بتبص على الموج، وقلوب متعلقة بدعوة يا رب يطلع عايش. البحر ساب لنا رسالة إن لحظة تهور ممكن تكلفك حياتك، وإن أي شجاعة مش محسوبة ممكن تخلي الكارثة أكبر من كده بكتير.